جاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 مستهدفا هدفا عسكريا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا. العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافا مختلفة في منطقة أم الرشراش 3 طائرات مسيرة، واستهدفت الأخرى هدفا حساسا في منطقة بئر السبع في فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن منطقة أم الرشراش سوف تبقى تحت دائرة الاستهداف لعمليات القوات المسلحة اليمنية بشكل متواصل بإذن الله تعالى. لقد أثبتت الوقائع والتطورات أن هذا العدو المجرم خطر يهدد المنطقة دولا وشعوبا، ولا يقتصر خطره داخل جغرافيا فلسطين المحتلة، وهو ما يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية. إن اليمن الحر المستقل سيمضي بعون الله قدما في تطوير قدراته العسكرية